انا اغيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. الترند ده مكسر الدنيا دلوقتي. في شرح النهاردة ان شاء الله هعرفك ازاي تقدر تعمل الترند ده بطريقة سهلة ومجانية. لو اول مرة تشوفني يا صاحبي اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ويلا ندخل في الشرح. اول حاجة كده مع بعض هندخل على شات جي بي تي، تمام؟ وهنا هنبعت له الصورة دي اللي احنا عايزين نحولها لصورة طفل. بعدين نعمل له اوبن، بعدين هنا هنحط له البرومت، وبعدين هنضغط على ارسال او جنريت عشان يولد معانا الصورة. تمام، هننتظر كده. وهنا يقول لك جاري تحليل الصورة، وبعدين هيولد معانا الصورة على طول، جاري إنشاء الصورة. وبعد ما ولد معانا كده الصورة بالطريقة زي ما انتم شايفين، هنضغط هنا على تنزيل، هننزل الصورة. وبعد ما ننزل الصورة زي كده، بعدين هنخش على موقع ويفي، هنخش كده في البحث هنا فوق ونكتب له ويفي. بعدين هنضغط على أول خيار ظاهر لنا فوق اللي هو ويفي اي اي. بعد ما يحمل معانا يظهر معانا بالواجهة دي، هنا نضغط له فوق على ستارت ناو. هنا بيقول لك ان انت تسجل بالثلاث خيارات دول، تسجل من خلال فيجما او جوجل او مايكروسوفت. احنا نسجل من خلال جوجل. بعد ما تسجل هيفتح معاك الموقع بالواجهة دي، هنا اضغط له على كريت ناو فايل، تظهر لحد ما يحمل. والطريقة دي تنفع معاك من الكمبيوتر او من التليفون عادي. بعدين نضغط له على سكيب فور ناو. بعدين هنا نضغط له على كليك يمين بالماوس، وهنا نجي في البحث ونكتب كلينيك، او هي تظهر معاك اهو كلينيك موشن كنترول، تضغط عليها. تمام، تيجي محركة كده شوية، وبعدين ضغطة تانية بالكليك يمين بالماوس نضغط له على امبورت، ضاغطين برضو تاني وعاملين امبورت. هنيجي بس كده نصغر الشاشة شوية، نكبر الشاشة، ونيجي نركبهم. ونيجي نوصل الفايل دي الأولانية نوصلها بفوتو اللي هي العلامة الخضراء. تمام، ونيجي هنا بالامبورت التانية هنيجي نوصلها بالفيديو اللي هي من تحت العلامة الحمراء. تمام كده احنا لحد دلوقتي تمام. هنيجي كده على أول واحدة اللي وصلناها بالفيديو، هنضغط عليها، وهنا نحمل الفيديو واللي احنا عايزين من خلاله الصورة تتحرك. نعمل له اوبن، وبعدين نضغط على الامبورت التانية، وهنا من خلال ده نحول له الصورة اللي احنا ولدناها من شات جي بي تي. نعمل له اوبن، ننتظر كده لحد ما يحمل معانا الفيديو وتحمل معانا الصورة. وبعد ما يحمل كده معانا الصورة والفيديو، هنيجي هنا على كلمة على الكلينيك موشن كنترول، نضغط عليها كده ضغطة مطولة، ونضغط على هنا على البرو اللي هو الموديل ده هنخليه ستاندرد، ونيجي هنا على الايمج ده نخليها فيديو، وتحت نضغط على run selected. وهنا هينتظر معاك بيحمل معانا الكلينيك موشن كنترول، بيحمل معانا يعني هينتظر معاك من دقيقة ل10 دقايق ويكون خلص الفيديو. ها، وبعد ما انتهى الفيديو كده خلينا نشوف. بغيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم. زي ما انتوا شفتوا الجودة ممتازة جدا وبطريقة سلسة جدا جدا. تمام، وهنا نضغط فوق هنلاقي كلمة تنزيل، هنلاقي داونلود، هنضغط عليها. وبكده خلصنا الشرح، والفيديو نزل معانا على الملفات. يا صاحبي لو عجبك الشرح ما تبخلش على لايك، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وما تنسونا في الشرح الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.